لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا الإعلامية مروة عزام معظمنا بيحبها. حس إن هي جزء مننا، كأنها أختك قريبتك بنت عمك بنت خالك. طبعا هي بتنصح الشباب عشان في بعض انتوا تابعوا القناة بتاعتها اللي هي حكاوي مروة عزام. على قناة هي تقريبا أو الحياة، مش فاكرة، بس دي الأرقام بتاعتها، سيب الأرقام. كانت في بنت عرضت مشكلتها ان هي مخطوبة، وكان خطيبها دايما بيحاول ان هو يقول ان اهلك مسيطرين عليكي، وكان داخل بنية الطمع، وفعلا فضل وراها لحد ما قال لهم طب انا هخرجها على البحر ساعة واجي. خلال الساعة دي شربها عصير وخد شرفها. فالبنت طبعا بتشور عليها، بتقول لها انا اعمل ايه دلوقتي، بقول له اتجوزني بيتهرب مني وبدأ ما يصرفش عليا وانا كنت تحت تأثير المخدر، ومش هقدر اواجه اهلي بمشكلة زي دي، واللي زي ده ملوش امان واحتمال كبير يسيبني. طبعا قالت لا، لازم تواجهي اهلك، لان الموضوع لازم يتحول للطب الشرعي ويثبت ان اتخذتي تحت تأثير المخدر ما كانتش بإرادتك، وده دليلك الوحيد. لازم تواجهي. فهي بتنصح الفئة من الشباب. طيب انت اتصلت بيها ليه؟ طبعا عشان انا بحبها، وهي اعلامية صراحة محترمة، وجوزها الاعلامي يونس محمد برضك بيتابع قضايا الرأي العام وقضايا الشرف، وهو من الاعلاميين المحترمين. تعالوا نشوف جزء من الفويس كده مع بعض. في مكالمة مذاعة على الهواء، موافقة بالإذاعة؟ موافقة إن شاء الله. قولي لي حضرتك، اتفضلي، مشكلتك إيه؟ هي مشكلة كبيرة شوية، لأني بلخص مثلا 25 سنة أو 26 سنة. ماما الله يرحمها، خلينا أم أمل، يعني أسماء بعيدة كده. أم أمل ما كان معاها 3 بنات وولد، تمام؟ أنا من ضمنهم. فكانت في واحدة اسمها أم ميسة، دي جارتنا، كانت عشرة ده طالعة علينا، تمام؟ اللي هي أكل مع بعض، شرب مع بعض، اللي هي بقى العشرة بتاعت أيام زمان. وبعدين جت في يوم قالت كان ليها بنت اسمها دعاء، تمام؟ بصي يا ام محمد، انت الصوت عندك مش حلو. طب استنى، وانا من اول المكالمه وانا مش سامعاكي كويس. طب كده اوضح؟ كده انا جنب البلكونه كده اوضح؟ لا بيقطع جامد. في رقم تاني اكلمك عليه؟ الحقيقه لا، هو ده. طب استني كده احاول افتح البلكونه مثلا. استني، شوفي كده، انا كده سامعاكي كويس. انا سامعاكي بقى، يعني صوتك بيقطع. طيب ممكن تقفلي وترني تاني، يمكن الشبكه وحشه مثلا. حاضر حاضر، طيب ماشي. هي صراحة فعلا رنت تاني، والأرقام زي ما انتوا شايفينها قدامكم كده. وحاولت هنا بتحاول ان هي تتصل تاني من رقم تاني، لان هما 3 ارقام، 2 فودافون وواحد 011 اتصالات. هحاول بس اوريكم ام ميسة قد ايه ان الغباء والحقد. وكانت دعاء دايما ان هي ما تبانش بشعرها وتتدرى ورا الستارة، ولكن المقاييس كلها اتغيرت بعد اما اتجوزت بنتها ريهام. الفيديو بسيط، هو في الضلمة دلوقتي بتقف بشعرها. طبعا واقفة بقى وقفة النصرة والشماتة، أجيال ورا أجيال، وأعوذ بالله من كلمة الشماتة، لأن الإحساس ده بيقتلك. ازاي انت تبقى ضعيف، مش عارف تاخد حقك، حق عند ربنا، ودول واقفين على ضوء الشماتة والكيد، واحنا واقفين لك اهو. هوريكم فيديو ونرجع تاني مكالمتنا مع الإعلامية العسولة مروة عزام. زي ما قلت لكم، هي كده بتنزل السبت عشان تخلي ابنها وابن اختها ميسة يجيبوا الايه، حاجة كانت طالباها. طبعا هنا في الوقت ده هي بيقولوا لها طيب هنجيب اهو، اتضيروا هما الجهة التانية عشان يجيبوا. تقريبا كانت طالبة حاجة من السوبر ماركت. انتي ممكن تقولي حاجة عادية، انتي بتأفوري، لكن يا جماعة الخذلان وحش قوي.
مش عارفة ايه اللي بينور ده، لانها كل شوية بترمي حاجات على البيت نفسه، بترمي ورق، بترمي حاجات شيبسي كده وحاجات ومية طبعا انا عملت سلسلة من الحلقات. تعالوا نشوفوا مروة عزام العسولة الكيوت من تاني. تعالوا بقى نشوفوا هنا الفويس التاني. اما موافقة. قولي لي يا أم محمد اتفضلي. بقول لحضرتك أنا ماما اسمها أم أمل، كانت عندها 3 بنات وولد. تمام. كان في جارتنا اسمها أم ميسة، كانت داخلة طالعة علينا، اللي هي عشرة بتاعت أيام زمان. ناكلوا مع بعض، نشرب مع بعض. تمام. وبعدين في مرة اللي عندها بنت اسمها دعاء، كانت على مشاكل مع جوزها، اللي هي أم ميسة دي. اللي كان عندها دعاء كانت على مشاكل مع جوزها. دعاء كانت على مشاكل مع جوزها وهتتطلق. ماشي. فقالت لماما انا هروح مع واحدة تانية جارتنا ساكنة ورانا اسمها ام عبده، لواحد من اللي هو بيفك الاعمال والحاجات دي، عشان يعمل عمل بالمحبة لبنتها دعاء ما تتطلقش. تمام. فماما قالت لها ما تيجي معايا يا ام امال. قالت لها لا، اعوذ بالله من غضب الله، انا ما بحبش السكك دي. تمام. بعد كده بقى لقيناها خدت موقف مننا وبعدت عننا، اللي هي ام ميسة دي. اعترضتوا ومامتي اعترضت على تصرفها. احنا قلنا كده عادي ومشينا حياتنا عادي. بعد كده بقى لقينا احنا ضربات حياتنا ورا بعضها، وبرضك ما كانش في دماغنا ان السحر والكلام ده هو. بدأنا لقينا ام ميسة دي بدأت تعلق حجاب، تعلق ورق كده على الستارة، تحط خيشة حاجات كده. ولا في شقتها؟ لا، في البلكونة، بس ناحيتنا احنا. يعني صنارة من بتاعة الصيادين، حاجات يعني مريبة كده. جزمة قديمة، يعني حاجات يعني كنا نبص كده نقول ايه الهبل ده حاجات كأنها من الزبالة. كمان. بعد كده بقى بعد سنين عرفنا ان هي عاملة جات قبل ما تقطع مع ماما، قالت ان في واحدة غلبانة وعندها عيال وعايزة هدوم منك يا ام امل. ماما كانت طيبة، فقالت خلاص هاتوا كل واحد من عنده بقى، اللي عنده مثلا عباية، اللي عنده تايير، اللي عنده. وعملت لكم اعمال يعني. ايوه. عملت الهدوم القديمة وقطعتها عايزة تعمل لكم اعمال. ايوه، لدرجة في اخت من اختي ما كانتش راضية تديها، كانت حريصة شوية يعني ما بتحبش تطلع حاجة يعني، فراحت راجعة تاني مميزة وواخدة عشان يبقى الاربعة. عملت ايه؟ عشان لما ما اديتهاش ايه اللي حصل؟ رجعت تاني خدت باسم اللي هو الرابعة، يعني فضلت تتحايل عليها لا اذا تاخد من حاجة من قطرها برضه. وخدت ليه كله؟ اتدمرت بقى حياتنا 360 درجة. عملت لكم ايه بقى؟ يعني ايه اللي حصل لكم؟ انا بكلمك اهو، مثلا انا متطلقة، اتطلقنا من كفر الشيخ، كنت متجوزة في اسكندرية. افتكرت بقى الآية، بقينا نروح للشيوخ أنا وجوزي، اللي هي الآية بتاعت يفرقون به بين المرء والشيخ. رحنا بقينا رقية شرعية وكده، فالشيوخ قالوا والله ده في سحر جاي من البيت، بس احنا مش عارفين نفكوه. طب انت اتطلقتي والتانيين اللي جرى للتانيين وانا هقول ايه اخوات؟ ماما الله يرحمها حصل لها، عرفنا بعد كده حصل لها سرطان، وقعدت حوالي 5 6 سنين. ام ميسة دي ما جاتش زارتها خالص. عرفنا بعد كده هي طبعا اخبار ومكيب وكل حاجه، بس عرفنا ان هو سحر مرض. يعني انت سحر تقليد، انت
يعني هحاول اعمل جزئين طبعا. انا زي ما قلت بحبها وبحترمها، وكنوع من الفضفضه. يعني هي قالت لي هل انت متصله بيا عشان افكلك السحر؟ قلت لها لا، انا بتصل بفضفض. وطبعا زي ما قلت قبل كده عايزه صوتي يتوثق. هي ما نشرتش الفيديو لحد دلوقتي. احتمال تكون يعني مش مقتنعة، ولو انها قالت لي انا في اخر المكالمة هبقى اسجل لكم. قالت لي انا طبعا مش بنكر السحر، السحر موجود، وفي ناس اتصلت بيا. واحدة قالت لي انا عملت عمل لمرات ابني، واخدين بالكم؟ هتنشرها مش عارفة، لا حرية النشر. مش هتنشرها مش عارفة برضو، ولكن اما تابعتها لقيتها فعلا نشرة كذا حالة عن السحر. يعني انا ما بقولش افوره، ولا بقول ان انا اتشهر ولا الكلام ده. انا بقالي يمكن اكتر من سنه في القناه، عملت كذا جزء على السحر السفلي، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظن.